وانا بقيت بس انا برضو لسه مش عارفه انا مين اصلا. عندنا ازمه انشوجه في البلد، تفكير ما بيقفش، في مراكب طالعه من دماغي. عملت حنه على ايدي لاول مره. المفروض ابقى كده عشان ابقى منوره. انا مش واثقه قوي من نفسي لدرجه ان انا اطلع بوشي قريب قوي كده من الكاميرا. عايزه تيجي جنبي؟ انا حاسه مؤخرا ان انا ما عنديش صحاب. انا عندي صحاب بس قصدي في احساس كده معين، انا مرتاحه تماما وانا نفسي تماما، والموضوع ما فيهوش مجهود كده خالص، بتعامل براحتي، ما بفكرش خالص وانا بتكلم معاهم او بتعامل معاهم. والاحساس ده بقاله فتره مش موجود او ما حسيتش بيه مع حد. الفتره دي ما اعرفش بقالها قد ايه، بس هي بقالها كتير. بفكر بزياده قوي لدرجه انه وجودي حوالين اي اشخاص تانية بيسبب لي anxiety شديدة قوي، ان انا ببقى بفكر في كل حاجة بعملها وبقولها. بدأت افهم ان انا ماليش حد او ماليش اصحاب دلوقتي حاليا الفترة دي، او مش عارفة احافظ على صحاب الفترة دي، علشان المفروض الفترة دي تكون عبارة عن عزلة بالنسبة لي انا شخصيا. انا قاعدة بفضفض اكتر افكار بتلف جوه دماغي اليومين دول، من غير ما افلترها خالص، واتكلم زي ما يطلع بقى الكلام وخلاص. انا لقيت المكان اللذيذ قوي ده ممكن اتكلم منه. انا بيجيلي اكتئاب كتير و بيجيلي anxiety كتير قوي في الايام، في الحياة. حاجة مش بايدي، بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعامل معاها واتأقلم عليها وحياتي تمشي ما توقفش على قد ما اقدر. وبحس اللي هو انا بصحى كل يوم يلا بقى احاول اتبسط، احاول اخد بالي من نفسي، يلا بقى احاول مش عارفه ايه، محاوله محاوله محاوله، مجهود كبير قوي كل يوم، تفكير ما بيقفش. انا ممكن مبقاش عارفه اكلم صحابي مثلا او ناس اعرفها بالشهور، مش بايدي. بس انا جوايا كلام كتير قوي كل يوم، افكار 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 ما بتوقفش، تخلي كل مهمه في الحياه تقيله، كاني اللي هو شايله 3 طن مثلا رز. من ساعه ما بدات اعمل فيديوهات على يوتيوب وانا بجد بصارع مع نفسي عشان اجرب اعمل حاجه اوف توبيك. انا قررت ان انا اقفل انستجرام شويه، وده اكشلي ساعدني ان انا اتكلم اكتر قدام الكاميرا، فبقيت عارفه اتكلم اكتر. ما اعرفش ليه، حاسه ان هو كان عامل لي وش كده في دماغي. والاكونت اللي كان عندي ده كان عليه ناس كده اللي هو ميكس غريب قوي ملوش علاقه بيا دلوقتي حالا عامه. فما اعرفش اعمل اكونت جديد ولا بقى همسح كل حاجه وابتدي من الاول ولا ايه. بس يعني لما قفلت انستجرام ارتحت. جلد الذات ده حاجه اللي هو انا بجد بمرمط نفسي قدام نفسي كل يوم جوه دماغي. انا نفسي اللي هو يكون عندي صحاب اتكلم معاهم كده، اقول لما حد يسالني اللي هو ازيك عامله ايه، اقول له كل الحاجات اللي انا قلتها دي، ارد على سؤال ازيك عامله ايه بالحقيقه. يلا نتكلم عن حاجات زي كده، ممكن نتكلم في uncomfortable conversations ونتكلم عن انه حد الانكزايتي بتاعته بالنسبه عباره عن ايه، الاكتئاب بالنسبه له عباره عن ايه. نتكلم عن ان احنا كلنا بنستراجل، يعني بنعدي بحاجات صعبه. وانا مش عارفه راسي من رجلي دلوقتي. انا بقيت ومفروض انه I have my مش عارفه ايه together، بس I don't صراحه. انا مش عارفه. انا بقيت بس انا برضو لسه مش عارفه انا مين اصلا، لسه بتعرف على نفسي برضو. نسيم نام. مش عارفه انا عايزه اعمل فيديوهات شكلها عامل ازاي، برضو دي حاجه مخلياني ان انا بطلت اعمل فيديوهات. اللي هو انا مين وعايزه اقدم نفسي ازاي وفيديوهات تبقى عامله ازاي، ما عنديش اجابه ومش مديه نفسي فرصه ان انا اجرب علشان اعرف الاجابه. فاهمين قصدي؟ اللي هو يمكن لما اجرب اعمل فيديوهات مختلفه عن بعض تماما ابتدي اتعلم انا مين وعايزه اعمل فيديوهات عامله ازاي. ماشي، اعتقد ان انا هروح اكمل القهوه واتمشى لحد البيت. انا عايزه اتكلم عن حاجات كتير قوي ومش عارفه ابتدي منين، فممكن تقترحوا عليا اقتراحات، تديني افكار، ممكن تقولي فيديوهاتي بتحسسكم بايه مثلا. شكرا ان انتم موجودين هنا. قررت ان انا هصبغ حواجبي اصفر.